عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا من قبرص بعد تصوير عدة مشاهد أكشن ومطاردات. مشاهد الخارجية لفيلمهم الجديد خلي بالك من نفسك في قبرص اللي استغرقت نحو 5 أيام متواصلة، وشهدت رحلة التصوير تنفيذ عدد من مشاهد المطاردات والأكشن التي تعد من أبرز محطات الفيلم، وحرص صناع الفيلم على تصويرها في مواقع متنوعة داخل قبرص تتطلبه المشاهد من طبيعة ومناطق ملائمة لهذه النوعية من المشاهد. وكشفت مصادر إن أجواء التصوير اتسمت بالحماس والتعاون بين الجميع وسط كواليس مميزة ومليئة بالطاقة الإيجابية، اللي ساهم في إنجاز المشاهد المطلوبة وفق الجدول الزمني والمحدد. المقرر أن تستكمل فريق العمل تصوير المشاهد المتبقية داخل القاهرة خلال الأيام المقبلة، تمهيدا للانتهاء من الفيلم ودخول مراحل ما بعد الإنتاج استعدادا لطرحه في دور السينما. الفيلم بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز ولبلبة ومحمد رضوان ومصطفى بسريع وعدد كبير من ضيوف الشرف. الفيلم تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني، إنتاج سينرجي بلس. فيلم خلي بالك من نفسك مزيج بين الأكشن والتشويق والكوميديا إلى جانب لمسات درامية في إطار قصة تحمل العديد من المفاجآت. المنتظر نزول فيلم خلي بالك من نفسك الميجا ستار ياسمين عبد العزيز، فارس السينما أحمد السقا. اكتبولي في التعليقات.